السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل مع بعض كده كبدة وقوانص من بتاعة الفراخ، ومعايا كده مكرونة. انا معايا العلبة بتاعة الجبنة دي، كان فيها جبنة وبعدين غسلتها كويس، وبشتري بقى المكرونة فرد واحطها فيها. ومعايا كده توم، ومعايا خل وليمون، وجبت بقى الطماطم بتاعة الصلصة بتاعة المكرونة. دلوقتي جبت انا غاسله كويس الكبد والقوانص وحط عليها شويه خل، وجبت ليمونتين كده هعصرهم عليهم علشان الزفاره يا حبايب قلبي. انا غسلتهم كويس وجبت شويه ميه حلوين وحطيتهم ايه على على الكبد والقوانص، وحطيت بقى شويه خل وبعدين حطيت الليمون عليه، وهسيبها بقى شوية كده. وبعدين بقى ايه، هنجيب الطماطم بتاعتنا علشان نقطعها. بس الاول قبل ما نقطعها هنقلب بقى الكبد والقوانص والليمون والخل، علشان لو فيها ريحة زفارة وكده يا حبيب قلبي تروح. دلوقتي انا جبت الطماطم وغسلتها واقطعها واخدها ايه، افرمها في الخلاط. اما يكون انا عملت المكرونة عشان تستوي، هسيبها بقى على النار، وبعد كده ايه نعمل مع بعض ايه الكبد والقوانص. انا دلوقتي قطعت الطماطم وجبت الخلاط وهفرمها بقى في الخلاط. هفرمها يا حبايب قلب كويس، وبرضه هجيب مصفى اصفيها. بس انا قلت ايه هفرمها بقى دلوقتي كده شويه، وبعدين هنجيب بقى ايه الحله بتاعتنا نحط فيها ايه فصين توم كده من اللي انا كنت مفرزهم في قلب الفريزر. وبعدين هجيب شويه زيت وهقلبهم بقى ايه التوم في الزيت عما يتقدح كده كويس معانا. وهحط ايه عليهم الفصين توم واقلبهم شويه كده، وبعد كده هجيب الصلصه بتاعتنا بقى الطماطم اللي احنا فرمينها ونصفيها، وبعدين هجيب بقى البهارات بتاعتنا دي، كده معايا 7 بهارات. وبعدين جبت ملح وحطيتهم ايه عليها، وهرجع برضه اجيب كمون وفلفل اسمر وبابريكا برضه. حبايب قلبي اللي مشتركش في قناتي المتواضعة ممكن تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، فضلا ليس امرا. انا حطيت البهارات بتاعتنا بقى دي كلها، وهجيب كمان ورق لورا وعود قرفة خشب كده واحطها ايه على الطماطم عشان تدي ايه طعم ونكهة حلوة للمكرونة. حبايب قلبي المكرونة انا ما بحبش ان انا اسلقها، انا بعمل الصلصة واسبكها كويس، وبعدين بحط ايه المكرونة في قلب الصلصة واقلبها كويس. والكتل بتاعنا انا مشغلاه على مية سخنة، احطها ايه اما المية بقى تغلي معانا، احط على المكرونة شوية مية واقلبها كويس واسيبها بقى تستوي براحتها. بس الاول ايه هنسيب الطماطم بتاعتنا تتسبك شوية، وهنغطي عليها بقى عما نروح نجيب ايه بصلة كده حلوة علشان نعملها للكبدة بتاعتنا. حبايب قلبي انا جبت طاسة وجبت كده ايه بصلتين حلوين كده وغسلتهم، نضفتهم الاول وبعدين غسلتهم. همسكها بقى بايه بالسكينة اقطعها. انا كنت مستعجلة قلت لا مش مطلعه الكبة وهعمله كده، قلت لا هعملها بسرعة كده على ايدي. انا دلوقتي هعملها وارجع لكم بقى تانية حلوين بعد ما ايه اخلص البصل. انا عملت البصلة معانا اهو، وجبت ايه طبقين كمان معانا. هعمل طبق فيه كده حبايتين طماطم، والطبق التاني الفلفل بتاعنا. انا معايا كده قيمة 3 حبات طماطم كبار وغسلتهم كويس وقطعتهم، وجبت قرنين فلفل باردين، وجبت قرن فلفل من الحامي بس هاخد منه حتة صغيرة. انا عملت كده الطماطم بتاعتنا هحطها في الطبق واسيبها في جنب، وجبت بقى الفلفل بتاعنا بقطعه. وعما اخلصه هنروح بقى ايه نحط ايه زيت، شوية زيت على على البصل بتاعنا. بس الاول انا غسلت تاني الكبده والكبد والقوانص، وجبت مصفى كده ايه عندي بحب ايه اصفي فيه الحاجه اللي انا ايه بعملها عشان تتصفى كده معانا، عشان لما اجي احطها على البصل ما يكونش فيها ميه. وهنروح دلوقتي للصلصه بتاعتنا بتاعه المكرونه، احط كده فيها قرن فلفل كده واسيبها تستوي فيها، وبعدين هنبقى نحط عليها المكرونه. انا هعمل قرن الفلفل ده الاول اخرطه فيها واقلبه، واروح اشتل بقى الحله دي واحطها على عين تانية علشان اعمل قدامكم الكبده يا حبايبي. اما اكون ايه الطماطم بتاعتنا السبكه هنقلبها كده شويه، وهنغطي عليها بقى ونشيلها نحطها الناحيه التانية، نشيلها نحطها على العين الوسطانيه،
ونهدي بقى عليها. تمام كده. انا طفيت العين دلوقتي يا عم، اروح اجيب البصلة بتاعتنا. انا جبت البصلة بتاعتنا يا حبايبي، وجبت شوية زيت حطيتهم عليها. بعدين هسيبها تتبل شوية معانا، وهقلبها الاول، وبعدين هنسيبها تتبل، وبعدين نبقى ارجع لكم تاني عما تاخد كده ربع سوا، علشان نبقى نجيب بقى الكبدة ونحطها عليها يا حبايبي. قلبها كده 5. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. حبايب قلبي اللي مشرفوني من برا مصر ومن جوا مصر، ما نحرمش من تعليقات كل مشرفاني دايما في قناة المتواضعة، قناة يوميات ام ايمان. وبعدين انا دلوقتي قلبت معايا يا حبايب البصلة، وانا حطيت كمان المكرونة وقلبتها كمان كويس اهو يا حبايبي. وهسيبها 5. وعما اكون انا قلبت البصلة بتاعتنا، هروح بقى اجيب المية بتاعتنا واحطها على المكرونة. المكرونة بتاعتنا يا حبايبي، انا بحط عليها شوية مية بس، ما بكترش عليها مية، بسيبها يعني زي بعملها زي الرز كده. بحبش ان انا اكتر عليها مية علشان ما تعجنش مننا. اما شوية مية بصوت كده، اول ما بتغلي بهدي عليها النار. انا هقلب كده المكرونة بتاعتنا. شوفوا المية بتاعتنا كده مظبوطة عليها. انا هسيبها بقى كده شوية، وبعدين هروح بقى للبصلة بتاعتنا علشان اقلبها بقى، ونجيب الكبد والقوانص بتاعتنا ونحطها تشويحة كده الاول، تتعصج معانا يا حبايبي، علشان بعدين نبقى نحط عليها بقى الطماطم والفلفل تستوي بقى براحتها. بس الاول هحط كده فص توم علشان تدي طعم حلو للكبد والقوانص. براحتك انت، لو حابة تحطي توم حطي، مش حابة براحتك انت، هي اختياري يا حبايب قلبي. انا هقلبها كده 5 تاخد بقى تشويحة، وبعدين هروح اجيب بقى الكبد والقوانص بتاعتنا نحطها. انا قلت بقى النهاردة يوم عادي نمشي بقى باي حاجة ونعمل اي حاجة كده عشان الاولاد وكده حبايبي. هنقلبها بقى كويس يا عم، تتبل معانا كده شوية الكبد والقوانص. انا ده اكترينها قوانص يا حبايب قلبي، الكبد كانت قليلة كده. انا بحب اخد الكبد بحطها مع الفراخ علشان ابنه الصغير. هنقلبها كده كويس. تمام كده يا حبايبي. وهسيب هسيبها كده 5 دقايق، اما اكون هروح قلبت المكرونة بتاعتنا. نقلبها كويس عشان ما تتلطعش مننا يا حبايبي، وهنغطي بقى عليها ونهدي بقى على النار عشان هي قربت تنشف معانا. اول ما تنشف برضو ههدي عليها بقى النار كويس خالص، عشان تبقى معانا مستوية وحلوة، ما تتلطعش مننا من تحت. اهم حاجة انا دلوقتي بقلب الكبد والقوانص بتاعتنا يا حبايبي. هروح كمان بقى اجيب الطماطم بتاعتنا، نقلبها كده كويس عشان تبقى كويسة معانا. اروح بقى اجيب كده الطماطم نحطها نقلبها. انا البهارات هحطها كده في الاخر يا حبايبي. هنقلبها كده كويس علشان الطماطم بقى تروح مع الكبد والقوانص بتاعتنا، تاخد تشويحة كمان. وهجيب برضو الفلفل بتاعنا نقلبها برضو فيها. هي كده كده اصلا انا هدي عليها كل ده هيستوي مع نفسه يا حبايبي بالراحة. هنقلبهم كده كويس، وهنرجع بقى نجيب البهارات بتاعتنا ونحط بقى بهاراتنا الجميلة بقى يا حبايبي. انا هروح اجيب دلوقتي 7 بهارات ومرق الدجاج
كده دي السبع بهارات يا حبايب قلبي، وحطيت عليهم شوية مرق الدجاج من اللي انا بجيبها فرد. وهجيب دلوقتي شوية ملح، وهجيب ورق لورو وحبهان، وهجيب برضو عود قرفة معانا، نحطهم عليها علشان تديها طعم ونكهة بقى حلوة كده يا حبايب قلبي. ونقلبها شوية، وبعدين نغطي عليها ونهدي بقى عليها النار تستوي بقى براحتها. الحبهان كمان اهو. اعذروني يا حبايب قلبي، انا واخده دور برد، مش عارفه ان انا اتكلم، عشان كده انا مش نزلتلكوا فيديوهات اليومين اللي فاتوا دول. اما حسيت ان انا صوتي بدأ يروق شويه، قلت لازم انزل لكم. يعني انا مصوره والله، بس ما كنتش عارفه ان انا انزل لكم فيديوهات. تمام كده يا حبايبي، انا قلبتها كده كويس. ههدي بقى عليها واجيب غطا الطاسه بتاعتنا ونسيبها شويه. يعني كده هديت عليها خالص اهو، وسبتها بقى شويه. عم نروح في شويه اطباق كده من بتوع الفطار، نغسلهم. بس هنقلب بقى الكبد معانا شويه. هي دلوقتي بدأ تاخد ربع سوا هي يا حبايبي. شوفوا الطماطم بدأت تستوي معانا، والفلفل، وكمان المكرونه بتاعتنا كده غلت معانا. وهديت عليها دلوقتي. نروح بقى نغسل شويه الاطباق بتوعنا. ده الخلاط اللي انا كنت بفرم في الطماطم، غسلته. وكمان الكوبايات بتاعه الفطار يا حبايبي. في حله عندي انا بحب اجيب اللبن بغليه فيها يا حبايبي، وبعدين بجيب بقى اللبانه بتاعتنا وبفضيه فيها، وبعدين بسيبه بقى ما يبرد واحطه بقى في التلاجة. دلوقتي انا بغسل الاطباق بتاعتنا ده عشان الحوض بتاعي ما يكونش فيه اطباق ولا ولا اي حاجه، تكون الدنيا متكركبه على. انا بحب بعمل حاجتي كلها مره واحده علشان الحوض بتاعنا يفضل نظيف، والمطبخ برضو يفضل نظيف اول باول كده يا حبايب قلبي. ده بقى الحله بتاعه اللبن اللي انا بغلي فيها. وكده يا حبايبي انا هغسلها مره وارجع اغسلها بقى تاني، وانضف بقى الرخامه والحوض وكده. انا دلوقتي كده خلصت اهو، وبمسح الرخامه عشان بقى نروح نشوف الكبده بتاعتنا استوت والمكرونه بتاعتنا يا حبايب قلبي. دلوقتي انا بحب بعد ما اخلص بحب اغسل الحوض بتاعنا بميه سخنه، عشان لو في زيوت اي دهون تنزل بقى على طول. دي الكبده بتاعتنا كده استوت اهي. انا بقلبها كده يا حبايبي. بشوف هو الكبد والقوانص يا حبايب قلبي هي اللي منزله الزيوت دي. انا حاطه شويه زيت صغيرين في قلب البصله. انا كده كده اصلا هشتري الكبد والقوانص هحطها في الطبق، بس هشيلها كده اصفي الزيت اللي فيها وكده، عشان ما ينفعش ان احنا نحط الزيت في قلب الطبق. هي كده استوت وطفيت عليها وشيلتها. هجيب لكم بقى المكرونه بتاعتنا ونشوفها بقى مع بعض وكده. شوفوا يا حبايب قلبي ما شاء الله، المكرونه بتاعتنا مش معجنه ولا اي حاجه، هي مفلفله اهي وهي سخنه. وكمان بقى اما بطفي عليها تيجي بقى تجيب المكرونه بتاعتنا بتلاقيها بقى سايبه بعضيها واحده ورا واحده كده يا حبايب قلبي مفلفله. شوفوا ما شاء الله. تمام كده انا بقلبها كده كويس، وانا هسيبها بقى اما تبقى تبرد نبقى نجهز بقى الغدا، عما الاولاد يجوا بقى من عند جدهم من تحت. وكمان عملت معايا حبايه بطاطس علشان الاولاد بيحبوا البطاطس يا حبايب قلبي مع المكرونه كمان. عملت كده طبق يعني على قد الولاد. تمام كده هقليها واجهز بقى غدانا مع بعض يا حبايب قلبي. الفيديو بتاعنا النهارده حلو وبسيط، وكده كده غدانا. واشوفكم بقى على خير في فيديو جديد. مع الف سلامه يا حبايب قلبي.